السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إيمان زهران. لأول مرة يشوف قناتي، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل عام وأنتم بخير. هنعمل النهاردة التورتة العسل دي رائعة، نص شوكليت ونص فانيليا، وهنقول عملناها ازاي. طبعا بعتذر، كان المفروض نزلت قبل الوقفة بيومين 3 كده، بس والله كنت تعبانة والولاد تعبانين والصوت كان يعني ما شاء الله يعني بعافية. الحمد لله قعدنا نشرب من امبارح للنهاردة كده في ينسون عشان الصوت يبقى حلو والدماغ كمان تفوق اللي احنا نركز ونقول مقاديرنا. طبعا زي ما اتعودنا هنصلي على افضل خير خلق الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. معايا هنا 12 بيضه وحط عليهم معلقه كبيره فانيليا، وكمان معايا كيلو اسبونج فانيليا جايباه من عند محل مستلزمات الحلواني، كيلو اسبونج فانيليا. وهبدا انزل بال 12 بيضه، وبعد كده هفضي الاسبونج الفانيليا الكيسين، كل كيس نص كيلو. انا دايما ما بجيبش كيلو على بعض، بجيب انصاص. افرض انا عايزه اعمل تورتيه زنطوطه، عايزه اعمل اي حاجه، فدايما بجيب الحاجه نصاص. حتى الكريم شانتيه ما بجيبه رباع، انا متعوده على كده. طبعا ده بيريحك حسب ما تحبي. انا حطيت كيلو دقيق الاسبونج، وحطيت 12 بيضه ومعلقه فانيليا، حطيت معلقه كبيره محسن جل زي ما انتم شايفين كده، وهحط كوبايه ميه، وهبدا اضرب بالمضرب اللي بالكهرباء. عندك عجان ما شاء الله خير وبركه، ما عندكيش هتضربي لغايه ما يعلى معاكي ويبقى فوم عالي جدا. طبعا احنا زي ما اتعودنا اللي ايامنا بتبقى عيد واحنا مرتاحين وولادنا كويسين، يعني اي يوم بيعدي عليك وانت وولادك كويسين وزوجك وربنا رزقك راحه البال والسكينه، دوت عيد. يعني مش شرط اللي هو العيد الرسمي اللي ربنا جعله لنا، اي يوم بيعدي عليكي وانت في راحه ومرتاحه وولادك كويسين ده عيد وفضل من الله عز وجل عليكي، فدايما تحمدي ربنا على الفضل ده. دي كلمه حماتي ليا الله يرحمها ويجعل مسواه الجنه، كنت دايما تقول لي اليوم اللي يعدي عليكي وانت كويسه دوت عيد، مش العيد بس اللي ربنا جعله يعني ايام محدده، لا، اي يوم بيعدي عليكي وانت كويسه ده عيد. وفعلا والله دي كلمتها لسه في دماغي لغايه دلوقتي، الله يرحمها ويجعل مسواه الجنه، اللهم امين. هبدا اضرب الاسبونج لغايه ما يعلى كويس جدا. اضربيه بقى زي ما ياخد معاكي من الوقت، تريحي المضرب دي دقيقه او ثانيه وتبداي تضربي، المهم يعلى معاكي، لان العلو ده هو اللي هيكون اساس الاسبونج معاكي. يعني لو ما عليتش معاكي مش هيعلى معاكي في الفرن، هو الاسبونج بيعلى قبل دخوله من الفرن، يعني الفوم العالي اللي بيعلى ده هو اللي بيخلي الاسبونج مظبوط. بعد ما بيعلى ويتظبط كده، ببدا ان انا انزله في الصاج اللي انا هكون دهنه ارضيته نقطه زيت وحاطه فيها ورقه زبده. هبدا اضربه كويس جدا واقوم نازله. انا الحراره بدخله على ايه؟ انا بشغل، يعني اول ما ببدا اشتغل كده ببدا اللي انا اشغل الفرن يسخن، وبعد كده بخلي الحراره على 180 لو انت عندك درجات. انا ما عنديش درجات، يبقى الحراره هتبقى على وسط، يبقى الفرن على نار متوسطه، يبقى دخلها رف اوسط على نار متوسطه. اهم حاجه تضربي حلو جدا زي ما انت شفتي، كل مدى بيتقل معايا لازم يتقل معاك ويبقى فوم عالي، عشان هو ده الاسبونج الصح. اللهم صل عليك يا نبي عليه افضل الصلاه والسلام. لو عجبك الفيديو او وصلتوا لغايه هنا وعجبكم الفيديو، يا ريت تعملوا لايك للفيديو. هنا ده اسبونج الشوكولاته، برضك عملت نفس الطريقه، كيلو اسبونج فانيليا، كيلو اسبونج شوكليت، وحطيت 12 بيضه، معلقه فانيليا، معلقه محسن، كوبايه ميه، وخلاص بدات لما عالة زي ما انتم شايفين كده، بدات اللي انا اصبه في الصينيه الكبيره دي. الصينيه دي واخده كيلو سبونج، مقاسها اعتقد 40 في 60، والله يا جماعه هكتب المقاس بالظبط ان شاء الله في صندوق الوصف. هقيسها واكتبها ان شاء الله وانا دلوقتي في صندوق الوصف بعد ما اخلص الفيديو. لان انا ما قستهاش، بس اعتقد لما كنت شاريها يعني على ما اتذكر يعني اللي كانت 40 في 60، مقاسها كبير. دي صواني ألمونيا يا جماعه، مش سجان، ده صواني ألمونيا اللي هي المقاس الكبير، اكيد انتوا عارفينه، اكبر مقاس خالص، مش 3 صواني بيجوا مع بعض، لا دي بتبقى صينيه فرداني بتجيبيها بتاعت عزايم ومناسبات، دي صينيه كبيره. هنا خلاص بعد ما طلع من الفرن انا اختبرته زي ما انتم شايفين كده، انا عندي البوتاجاز بعافيه، فلازم ان اتاكد الاسبونج استوى كويس من كل ناحيه، من الجانب اليمين والشمال واللي فوق واللي تحت، يعني من كل ناحيه ببدا اغرز الخله كده عشان اتاكد الكيكه فعلا مستويه. خلاص اول ما بتطلع بكون مجهزه ورق الزبده وببدا اغطيها عشان الوش ده يلزق في ورق الزبده وابدا اشيله. هنا بقى جيت ادخل الصينيه دي يعني بعد ما هدت خالص وبردت بعد ساعتين 3 جيت ادخلها في التلاجة
التلاجة لقيت الصينيه مش داخله التلاجة، بعمل ايه؟ لازم ان انا في المرحله دي اقسم الصاج عشان انقله في صاج صغير. بدات زي ما انتوا شايفين كده، بدات اقسمه بالسكينه وهاتني النص اللي تحت على الفوق على الفوقاني زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده تنيت اللي فوق على اللي تحت زي ما انتوا شايفين كده، وهبدا ايه؟ يبقى انا قسمته نصين وتنيت اللي فوق على اللي تحت، وهبدا انقله بقى. شوف ما شاء الله الصاج كبير ازاي، هبدا انقله في صاج بقى على قد الايه الكيكه زي ما انتوا شايفين كده. الصاج اللي هنقله على مقاسها هيكون مقاس 30 في 40، صاج مقاس 30 في 40. طبعا الطبقات دي دمت طبقتين، هبدا اعمل الطبقتين دمت كمان هقسمهم من النص، هيبقوا الطبقتين دمت كمان 4، يعني الطبقتين كل طبقه اقسمها 2، يبقى هيتحول الطبقتين الى 4 طبقات. هنا برضك بتاع هنا الطبقتين الشوكولاته. هنا بقى لما قلبتها في الصاج الصغير زي ما انتوا شايفين كده، بدات اشيل الظهريه بتاعتها. برضك بدخل الفرن، ببدا اعمل يا جماعه سبونج الشوكولاته. اول ما احس اللي سبونج الفانيليا دوت زي ما انتم شايفين، اول ما طلع غطيته بورقه الزبده. لما بحس ان سبونج الفانيليا دوت خلاص بدا اللي هو ايه، خلاص يعني بدا اللي هو دقيقتين 3 وهيطلع، او 5 دقايق وهيطلع، فببدا اللي انا اشتغل فيه، عما يعلى معايا يكون السبونج استوى. بياخد قد ايه السبونج؟ بياخد من 40 ل 45 دقيقه في الفرن حسب نوع فرنك وحسب الحراره. يعني بعد 40 دقيقه تبداي تشوفيه وتجاوبيه بالخله. هنا برضك هعمل نفس الموضوع، هقسمه من نص زي ما انتوا شايفين كده، وهقوم حاطه ورقه زبده عشان احط التانيه عليها. هنا حاطه ورقه زبده زي ما انتوا شايفين، واقوم قلبه النص ده على النص ده زي ما انتوا شايفين كده. قلبتها خلاص، هبدا ان انا انقلها في صاج صغير. كل ده عشان احفظها لتاني يوم في التلاجة، انا عاملاها بالليل وعشان اشتغل تاني يوم الصبح فيها. خلاص هبدا اللي انا بقى نقلتها في الصاج زي ما انتوا شايفين، صاج على مقاسها. ببدا اللي انا اشيل ايه الطبقه اللي في الارضيه من فوق، هي طبقه ورقه الزبده اللي بتبقى في الارضيه اللي انا بدخل عليها. هنا انا لسه في الصينيه، فقلت بدل بقى ما انقل واعمل، ابدا اقشر الوش وهو طافي كده قبل ما ادخلها التلاجة. طبعا عايزه اسيبها لتاني يوم وتقشريها مفيش مشكله. خلاص قشرت وشيلت التقشير، هبدا اللي انا بقى خلاص اهو قلبها نقلها في الصاج. انا كده نقلتها هنا في الصاج الصغير اللي هو مقاس 30 في 40. بعتذر على طول الفيديو، والله انا بحاول ان انا اوصل لكم كل معلومه وكل حاجه عملتها، فمش عايزه اقطع من المقاطع، يمكن حد يقول عملت ايه سوت ايه. هنا بقى ابدا اغطيها بورقه زبده واغطيها بفوطه واسيبها في التلاجة لتاني يوم. خلاص هنا هعمل ايه؟ الكريم شانتيه. كريم شانتيه هعمل نص كيلو للتورتايه مقاس 30 في 40. انا بالنسبه لي هي المفروض كانت تاخد كيلو الا ربع، انا بحب الكريمه كمان زياده عن كده، بس دي الكريمه المعتاده اللي بيعملوا فيها في المحلات، ما بتزيدش عن كده. انا بحب الكريمه زياده شويه، بس والله كان يعني الولاد كانوا فعلا تعبانين وانا بشتري مستلزمات التورته، نسيت وجبت نص كيلو بس سبونج اللي انا بحطه دوت، وشلت حبه دوت كريمه بستري. كنت جايبه تمن، خدت دوت كوبايه الا ربع سكر بودر، لا كوبايه الا معلقتين سكر بودر، يبقى ربع كيلو كريم شانتيه. خد كنت جايبه تمن كريم بستري، قسمتها على نص كيلو، يعني نص كيلو كريم شانتيه خد تمن كيلو كريم بستري، يعني بتاع خدت ربع كيلو، خد معلقتين كبار ممليين، وخد اللهم صل عليك يا نبي مع كوبايه سكر بودر من كوبايه الميه اللي انا بشتغل بيها دي، كوبايه الا معلقتين. وهياخد ميه معايا، هبدا ازود ميه وتدريجيا. هاخد معايا يا جماعه 3 كوبايات 4 كوبايات الا ربع كيلو، هياخد معايا 4 كوبايات الا ربع. ده اللي هو الفانيليا، والتاني اللي هو بالشوكليت. ده اللي بالشوكليت، او متهيألي لسه هضيف الشوكليت، لا ده لسه هضيف الشوكليت. طبعا هبدا اللي انا الشوكليت ده كان عباره عن صوص شوكولاته اللي انا مسيحاه على بخار ماء، هبدا ازوده وهاخد منه زي ما انتم شايفين بزوده كده، وهبدا اضربه بالمضرب. ليه انا قللت صوص الكريم شانتيه بتاعت الشوكولاته عن الفانيليا؟ انا قلت جايز احتاج ان انا اغلي في التورته كلها من بره كريمه بيضه، بس جيت وانا شغاله قلت لا، انا هخلي كل حاجه منفصله، الكريمه البيضه لتورته الفواكه، والكريمه اللي
الشوكليت لتورته الشوكولاته. عملت كده، ببدا ازود صوص الشوكولاته. دي شوكولاته يا جماعه انا خام، انا مسيحاها على النار، عامله لها حمام بخار، وبعد كده ضفت لها ربع كوبايه لبن، لبن اللي هو اللبن اللهم صل عليك يا نبي جهينه. ضفت ربع كوبايه للشوكولاته الخام اللي انا مسيحه. طبعا الشوكولاته الخام دي بيرجع لك انت بقى الكميه اللي انت هتستخدميها حسب التورته. انا كان معايا اعتقد نص كيلو شوكولاته خام، نص كيلو شوكولاته اللي هي شوكولاته الحلويات خام، جايباها من عند محلات المستلزمات. خدت منها للزواق وخدت منها للكيك. هنا سبونج الفانيليا وده سبونج الشوكولاته بوريهولكم. طبعا هبدا بقى اللي انا ازوقها معاكم واحط كده في الارضيه. طبعا اللهم صلي عليك يا نبي عليه الصلاه والسلام. معلش يا جماعه والله انا خارجه من دور تعب فمش مركزه شويه. الستاند اللي انا بزوق عليه ده كان عندي الستاند اللي قديم تورته كبيره، وبدات اقصه لان كان اللي عندي تورته كبيره خالص، كانت مناسبه حفله الختام بتاعتنا في المعهد. فاخدته وقصيته، وبعد كده بدات عندي بقره اللي هي بتاعه البوتاجازات الذهبي دي، وبدات ان انا اغلفه عشان يبقى شكله كأن ستاند جايباه من بره. دي لو ما عندكيش ستاند فانت بتتصرفي، ما عندكيش بقى هتجيبي كرتونه وتغلفيها كده وبس تكون تقيله بحيث ان انت تقدر تستحمل. خلاص عملت نص فانيليا ونص شوكولاته، وبعد كده حطيت الكريمه، وهنا حطيت مانجا، قطع مانجا كانت عندي في التلاجة كده طلعتها حطيتها، والتانية حطيت موز برضك كريمه، وبعد كده حطيت موز. وبعد كده بقى دي طبقه حطيت فيها كراميل، وفي طبقه تانية ما حطيتش كراميل، يعني عملت طبقه موز زي ما انتم شايفين كده معايا، وبعد كده التانية طبقه مانجا على الكريمه اللي هي البيضه. وفي عديت خلاص الطبقه دي وغطيتها، وجيت الطبقه اللي بعدها قمت عامله مانجا وحطيت عليها صوص كراميل، وحاطه موز وحاطه عليه صوص كراميل. يعني في النص حطيت صوص الكراميل، ما بداتش صوص الكراميل اللي في اول طبقه. اول طبقه كانت عادي موز ومانجا، ما حطيتش اي حاجه تانية. وبعد كده تاني طبقه اللي هي او الطبقه اللي في النص بدات احط صوص الكراميل على الموز وعلى المانجا، قلت هيدي طعم حلو معاهم. طبعا دي ما كانتش افكاري صوص الكراميل على الموز والمانجا، كانت افكار علا قالت لي يا ماما حطيها تبقى حلو. ودي صوص الشوكولاته اللي انا مسيحه. ده اللي معايا دوت فول من دوت اللي هو الشوكولاته الفوليه دي، كسرت منها، وهبدا اللي انا احط على جوانب التورته، مش جوانب بقى من تحت على اللي هي كيكه الشوكولاته من تحت، تورته الشوكولاته من تحت، عشان اغلفها من تحت، اللي هي الفوليه اللي انا بعشقها. يعني دي عشق في الشوكولاتات دي كلها، انا بحب الفوليه دي بعشقها يعني. فبنبدا اللي احنا نقفلها كده. طبعا المفروض ان احنا بندخل اول ما بحط صوص الشوكولاته كده من فوق بدخلها التلاجة يا جماعه تجمد. يعني ما عملتش اللي بالقمع كده اللي هو دوت. طبعا اللي بالقمع دوت اللي بحط فيه الفول السوداني اللي هو متغلف بشوكولاته دوت، ما حطيتهوش الا لما الشوكولاته من فوق جمدت. بدات اجيب القمع وحطيت حته شوكليت من اللي هي الكريم شانتيه اللي هو بالشوكولاته، وبدات اعمل بالقمع كده واحطه. هنا بقى خلصناها، وبنعمل تورته الفواكه. عذرة مقطعه المانجا شرايح عادي رفيعه. محتاجه فعلا بين ينسون تاني اهو. مقطعه المانجا شرايح عشان تصدقوني بقى كان صوتي كده زي ما انتوا شايفين كده بدأ يرجع بقى. يعني انا مصدقت اللي بقى حلو ودخلت اسجل، صوتي فعلا كان رايح خالص الحمد لله. يعني ابدا اللي انا احط شرايح، الحمد لله الصوت اتعدل تاني. ابدا اللي انا احط شرايح المانجا زي ما انتوا شفتوا كده الوسط، وبعد كده التفاح زي ما انتوا شايفين بقطعه كده. طبعا انا مانيش فنانه في تقطيع الفاكهه، انا عاديه خالص، ست تقليديه عادي، بعمل حسب ما والله مش ببقى مرتبه خالص هزوق ازاي ولا اعمل اي حاجه ازاي، حسب ما ربنا عز وجل بييسر لي انا بعمل. يعني انا ما بكونش محدده هعمل شكلي او كده، والله قبل ما بخش ابدا اعمل اي حاجه بقول توكلت على الله، لا حول ولا قوه الا بك، اللهم اصلح ما بين ايديا. دايما ادعي كده، ولما بدعي بحس ان ربنا بيوفقني وبيكرمني دايما. والله لازم اخرج من حول وقوتي الى حول الله وقوته، عشان ربنا عز وجل يصلح ما بين ايديكي. دايما اعترفي بضعفك وعجزك قدام قدرة ربنا ورحمته وعظمته. هنا اللي بوريكي شكل
التورته يا بيكون شكلها حلو كده وكون قدمت حاجه حلوه طبعا. فما تجيبها من بره، فرحت ولادك في العيد. طبعا كنت عاملاها تورته في العيد للي هيجي لي اقدم له منها ولولادي. يا رب اكون ضيفه خفيفه، اللهم ارزقنا القبول. يعني كل الناس اللي بنزل فيديو بيخشوا يشوفوني بشكرهم والله جزيل الشكر. يعني ربنا عز وجل يكبر خواطرهم زي ما بيكبروا خاطري ويخشوا يعملوا لايك او يقولوا لي تعليق حلو، والله بجد بيسعدوا قلبي سعاده ربنا وحده اللي يعلمها. طبعا يعني بشكركم بقول لكم كل عام وانتم بخير. ربنا يسعد اوقاتكم ويفرحكم باولادكم ويجعل رزقكم في اولادكم، وده اعظم رزق. ربنا يجعل رزقكم في اولادكم اللهم امين. وكل عام وانتم بخير. وكملوا بقى معايا الفيديو كده. هنا ما شاء الله كيكه الاسبونج بوريكم قد ايه هشه. طبعا الكاميرا كنت والله بفصل واعمل عشان ابين هشاشه الكيكه. الكاميرا مش معموله، واخد من بنتي وامسك شويه وهي تمسك شويه، عايزه ابين قد ايه الكيكه ما شاء الله هشه رائعه. طبعا طبقات الموز يا جماعه مع كيكه الشوكولاته بتنقلها يعني في حته تانية. انا بعشق الموز مع الشوكولاته قوي. يعني بيدي الموز مع صوص الشوكولاته وكيكه الشوكولاته طعم رائع. اكيد بين طبقات الموز ما شاء الله لا قوه الا بالله. الكيكه عاليه ما شاء الله. دي 2 كيلو سبونج ما شاء الله. عملوا كيكه محترمه. لو هتجيبها من بره مبلغ وقدره، حاجه انت عاملاها بكل حب وكل يعني كل حاجة بتعمليها بحب والله بجد. إحساسها بيوصل لأي حد بياكل منك حاجة، لولادك لضيوفك لأي حاجة بيجي الإحساس سبحان الله. هنا بحاول ان انا ابينها لكم. حاسه ان الاضاءه معايا عكسه وكل شويه امسك الموبايل واجيبها على الرخامه شويه واجيبها كده عشان ابينها لكم. يعني شفتوا هتلاقوني كده بصوا قاعده اجيبها بكل النواحي عشان ابين لكم. حاسه اللي مش باينه في الموبايل. الحمد لله ربنا يعني عز وجل اكرمني وباينه اهي. طبعا التسويق ده بيرجع لك انت. انا مش هبه اشطر منك، انت ممتازه. بتعملي يعني احسن مني فهتعملها اكيد. يعني هتعملي احسن مني. انا بس بعمل والله على حسب ما ربنا عز وجل بيوفقني انا بعمل. وطبعا يعني هنقطع قطعة من الفانيليا. وطبعا انا اكلت قطعة معاكم بس وانا بمنتج اتمسح القطعة المقطع وانا باكل كيكة الفانيليا. وطبعا انا بعتذر على طول الفيديو معاكم. هنا صوص الكراميل نازل ازاي من بين الطبقات بتاع كيكة الفانيليا. اتمنى يكون باين ليكم لان حاطه الصوص كراميل في طبقه او طبقتين فباين. يعني في طبقتين ما فيهمش صوص وطبقتين فيهم صوص. والمانجا طبعا حاطه مانجا. فصوص الكراميل والمانجا ما شاء الله عامل عمايله حلو يعني ما شاء الله. المانجا باينه ازاي وصوص الكراميل نازل. طبعا نسيت اقول لكم ان انا حاطه على جوانب كيكه الفانيليا دي فول سوداني انا مقوملاه على النار. يعني حطيت سكر قوملته وحطيت فيه فول سوداني. وبعد كده حطيت فيه سنه بيكربونات الصوديوم وطفيت عليه. وبعد كده كسرته لما هو بيتسنك